هذا المرض يسببون الجن الكفرة الفسقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين أنت مشكلتك ما في اتزان عندك، وريولك مثل ما تقولون ما تشيلك، وكل على ويد شير، وكل 6 أشهر تروحين تاخذين إبرة أو دواء يحطون لك بالوريد عن طريق درب، من الصبح ما تدرين البيت إلا بالليل. الله يعينك. هذا المرض الأطباء احتاروا فيه، ما لهم إلا عندهم المسكنات. وأنا أشوف أن هذا المرض جئتي فيه متأخر، وقسمتك من الله. لو كلمة لو من الشيطان، لو بكر أحد شايفك يعرف يفهم كان عالجك بالقرآن. فأنت علاجك الأساسي بالقرآن، والإرادة والصبر والدعاء والمثابرة في مناجاة الله، في طلب الشفاء والإخلاص في الصلاة وفي العبادة، حتى يتم ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فعليك أنت تبحثين على الأسباب اللي تقربك إلى الله أكثر وأكثر، وتطلبين من الله أكثر وأكثر. أما من ناحيتي أنا كسبب صحيح وراقي شرعي شريف نظيف من عند الله، الله جعلني اللي أقرأ عليه واللي أرشده إذا سمع كلامي يحصل فائدة من الله. وهذا الكلام اللي أقوله عن نفسي ما هو مديح، بل هو من الشجاعة. وكفى بالله شهيدا على ما أقول، وهو يعلم ويحاسب ويتصرف في عبده المسكين اللي هو أنا جمال، إذا أنا لم أقل الصدق. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. ما لي شغل بعباده وخالقه. أنا قلت الكلام الصحيح من طريق عندي أنا، كلامي صحيح عند الله وجد عند الله. اللي يسمع كلامي وينفذ كلامي الشرعي البسيط اللي بإمكان أي إنسان يسويه، يحصل أكيد 100% فائدة من الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن شفاء تاما فالفائدة مفروضة ومقبولة عند لديه من الله سبحانه وتعالى، الخالق العظيم الحبيب الذي يحب عباده أكثر من حب الأم لطفلها الرضيع. فتضرعي إليه زائد ما قلته لك حتى تفوزين برضا وقبول عند الله فيشافيك، وهو الشافي وهو المعافي وهو على كل شيء قدير. طبعا هذه المرأة حالها حال اللي فيهم أمراض الMS. الله شافيها ويعافيها، قولوا آمين. ولازم مثل ما تفضلتوا وأنا قلت إن لازم تعمل، يعني تتقي الله أكثر في نفسها، وتلجأ إلى الله أكثر في نفسها، وتتقرب إلى الله أكثر من اللازم من الإنسان العادي، عشان الله يحن عليها. والله حنان ويحب دعوة المظلوم ودعوة المريض بالإلحاح. فالله يستانس لما يسمع عبد يناديه ويا رب شافيني يا رب يعافيني، يبكي يتذرع بين يدي الله في ظلمات الليل وفي النهار، يدعي ويقوم ويصلي ويعمل، مو يستسلم حق مرضه ويقول خلاص. هذا الإنسان الله يطيبه. زين. عندنا السلام عليكم. أنا محدثكم الراقي الشرعي بالقرآن والسنة
الكويتي السني جمال الشومر أبو سليمان، اللي عنده تلبس أو مس أو عين أو حسد أو مرض عضال لا قدر الله ويبي الشفاء من عند الله، أنا إن شاء الله أشخص حالته وأدليه. تلفوني مع المفتاح الدولي 00-965 55-75-3700. وحياكم والله محييكم. مع السلامة، في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم جمال الشومر الكويتي السني أبو سليمان، الراقي الشرعي بالقرآن والسنة النبوية. تلفوني لأي مراجعة من أي إنسان في تلبس أو مس أو عين أو حسد أو سحر أو داخل عند الأطباء في مرض عضال من الأمراض الجسيمة وما دلوا له ما لقوا له حل وما عرفوا يقولون له ولا شيء، أنا حاضر شرعيا أسوي له كشف شرعي وأدله إن شاء الله على الخير. تلفوني مع المفتاح الدولي أقول لكم الآن 00-965 55-75-3700. والله يشافيكم ويشافيني ويعافيكم ويعافيني، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.